التوتر والحماس الاثنين ليهم نفس التأثير على جسم الإنسان بالظبط، وواحد فيهم هو شعور سلبي تماما، واحد فيهم هو شعور إيجابي تماما. يعني أنا النهاردة وأنا بتكلم قدام حضراتكم ممكن أبقى يعني خايف شوية بتاع، فده ممكن يبقى جاي من حماسي ان انا متحمس قوي ان انا جاي اعمل كده معاكم دلوقتي، وممكن يبقى جاي من ان انا متوتر قوي ان انا هتكلم قدام ناس كتير جدا. طب ايه اهميه ان انا اعرف الشعور؟ ان التعامل مع الشعور مش هيحصل بالشكل المظبوط الا لو انا عارف الشعور بتاعي. ولذلك حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 اللي غيرت حياه ناس كتير ان في حاجه اسمها ويل اوف ايموشنز او عجله المشاعر. تقدروا تدوروا عليها على الانترنت، هتلاقوا ان في اكتر من 100 شعور عند الانسان، لان احنا برضو في المشاعر شويه صفر واحد، مبسوط او زعلان ومفيش حاجه في النص، خايف او مطمن ومفيش حاجه في النص، لان في حاجات كتير قوي في النص. فلو انت دورت على الويل اوف ايموشنز لازم تقف في اليوم 5 مرات راندملي وتعمل الاكسرسايز اللي احنا حاولنا نعمله في الاول، اللي هو ايه؟ اقف خالص كده واقول هو انا حاسس بايه دلوقتي؟ مش هلاقي اجابه، ابص على الويل اوف ايموشنز اغش، لغايه لما مع الوقت لازم ابقى متاكد ان انا قادر احدد ايه هو الشعور بتاعي او ايه هو الشعور اللي انا بحس بيه.